لقاء خاص مع مستشار الرئيس السوري الدكتور أحمد موفق زيدان. وجدنا في نيويورك أن إسرائيل لم تكن مستعدة لتوقيع الاتفاق الأمني الهجري. استعان بإسرائيل لتحقيق أهدافه الخاصة. الذكرى السورية لن تنسى قصف دمشق بطلب من الهجري. الدولة قدمت كل التسهيلات الممكنة لاستيعاب جماعة الهجري في السويداء. قسد لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعته مع الرئيس في دمشق. ندعو قسد لتنفيذ اتفاق 10 من مارس لطي صفحة الدماء. قرار قسد يتخذ من خارج سوريا. قسد حالة شاذة ولا تمثل سوى 5% من الأكراد. العمليات الانتخابية لم تتعرض لأي انتقادات. مجلس الشعب هو الذي سيقرر منح الثقة لأي حكومة. لأول مرة منذ 60 عاما سيجتمع ممثلو كافة الأطياف السورية تحت قبة واحدة. الكثير من القرارات التي كانت متوقفة ستأخذ بعد تشكيل البرلمان. السلطتين التنفيذية والتشريعية ستتحركان على توافق وتكامل. اختيار الرئيس لبعض الشخصيات في مجلس الشعب هدف سد الثغرات في التمثيل. نتجه نحو مرحلة جديدة بعد فترة من الانغلاق. العلاقات مع روسيا مستمرة واللقاءات تصب في مصلحة السوريين. قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات موقف شجاع. على الجانب اللبناني إنصاف المعتقلين السوريين. لدينا ثقة كاملة في نزاهة القضاء اللبناني. سوريا تتمتع الآن بحرية لا مثيل لها بفضل التضحيات التي بذلت.